تخيل معايا أشهر عالم آثار في مصر الدكتور زاهي حواس طلع في واحد من أكبر برامج البودكاست في العالم، وهو The Joe Rogan Experience، الحلقة رقم 2321، والموضوع كله عن بنى الأهرامات. زاهي حواس جه عشان يوضح الحقيقة ويرد على كل الكلام الغريب اللي بيقول إن الأهرامات اتبنت على إيد كائنات فضائية أو عبيد، لكن المفاجأة كانت في رد فعل جو روجن. طول الحلقة زاهي حواس بيتكلم بكل ثقة وحماس عن إن الأهرامات اتبنت بيد عمال مهرة مصريين، وبيقول إن الأدلة موجودة في مقابرهم وأدواتهم اللي اكتشفوها، وكمان في وثائق هيروغليفية قديمة بتوضح إزاي نظموا الشغل كله. بس جو روجن كان واضح عليه عدم الارتياح والتوتر، وبعد الحلقة قال That might have been the worst podcast I've ever done, but maybe a good one too. Just to see, okay, this is the guy, this is this closed-minded fellow. ولما الموضوع وصل مصر زاهي حواس ما سكتش. ازاي الراجل ده جو روجن ما يقراش قبل ما اجي الكتاب الوحيد في العالم اللي مكتوب عن الجيزه بحرفنه على اعلى مستوى 1000 صفحه بيكتبوا اهم 2 علماء اثار في الاهرامات، مارك لينر وانا، ازاي هو ما يكونش قاريه؟ فبالتالي يقول لي طب اشوف ده فين؟ اقول له في كتابي، اعمل له ايه؟ وبالرغم من كل الكلام ده الجدل لسه مستمر. في ناس بتشكر زاهي حواس على جهده وعلى العلم اللي قدمه، وناس بتقول ان اللقاء كان ضعيف والاداء مش في المستوى. الموضوع انتشر بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار نقاشات حادة في مصر والعالم كله، والبرنامج نفسه فضل متصدر الترندات لفترة طويلة. في النهاية السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ظهور زاهي حواس في بودكاست جو روجن كان فرصة كبيرة يوضح فيها تاريخ مصر ويفضح الخرافات، ولا كانت حلقة ما كانتش موفقة وخلته يحس بعدم الراحة ويتعرض لنقد كبير؟